اعمل ايه لما اروح مناسبه اجتماعيه عايزه اتعلم ابريك الايس فيها، عايز اتكلم مع الناس اللي قدامي اللي انا ما اعرفهمش ومش عارفين نعملها ازاي او نتكلم نقول ايه. في الفيديو ده انا هقول لكم على اكتر 7 تيبس انا بستعملهم وبشوف ان هم فعلا فعالين، والكلاينتس اللي اشتغلوا معايا قبل كده شافوا ان هم فعلا جابوا نتيجه واثر معاهم وبقوا فعلا متسابين ميمورابل في دماغ الناس اللي قدامهم. ومهما كان الاشخاص دول الكلاينتس دول انتروفيرتس او سوشيالي شاي بيتحرجوا شويه قدام الناس، عرفوا بيهم ان هم يبريكوا الايس صح. اول حاجه اسالوا open ended questions. يعني ايه؟ يعني اسالوا اسئله مفتوحه، اسئله من عينه ايه اللي جايبك النهارده، جاي ليه، مستني استفاده ايه من يوم زي ده او من ايفنت زي ده. الاسئله الاوبن اندد بتخلي اللي قدامنا ما يبقاش بيرد بيس ونو خلاص، قد ما هو بيرد بقصه، بيرد بحكايه، بيرد بالهدف اللي هو جاي علشانه، وده بيخليه يستريح اكتر. كل ما بنتكلم اكتر مع الناس اللي قدامنا كل لما بيبتدي الباريرز والحواجز تقل وتتكسر. تاني حاجه كومنت على حاجه في الانفايرمنت اللي موجوده، يعني الفانيو النهارده شكله جميل، القاعه لذيذه، لا الاكل النهارده كان تحفه، الميوزك اللي موجوده في الباك جراوند لذيذه. اتكلموا او ادوا كومنت على حاجه في الاجواء المحيطه تخلي الشخص اللي انت بتكلمه عايز هو كمان يدلي بدلوه ويقول رايه في الفانيو او في الحاجه اللي احنا قلناها ايه. تالت حاجه ادوا genuine compliment او ادوا من زي ما بنقولها مدح حقيقي. الساعه اللي انت لابسها تحفه، الالوان اللي انت لابساها النهارده حلوه جدا عليكي. ادوا حاجه تساعد اللي قدامكم انه يشوف نفسه بصوره حلوه، وده بيخليه عايز يرد وبيكسر حاجز التوتر اللي ممكن يكون موجود بينكم. رابع حاجه share something interesting about yourself. شيروا معلومه وقولوا معلومه مهمه ومغريه عنكم للناس، حاجه تلفت نظر الناس وتلفت انتباههم وتفضل موجوده جوه دماغهم. وده بنتعلمه مع بعض دايما في الاليفيتور بيتش، لما بنتعلم ازاي نقدم نفسنا بشكل فعال بحيث ان نوصل للي قدامنا الرساله اللي احنا عايزينه يعرفها عننا. عامه ده بيخلي اللي قدامك يبقى عايز هو كمان يشير معلومه عنه. ولو قلت معلومه فعلا ملفته زي مهنه انت بتشتغلها، باشن عندك، ده بيخلي اللي قدامك يبقى مهتم اكتر بانه يعرف اكتر عنك. خامس حاجه استخدموا مرح، يوز هيومر. والهيومر هنا الهدف منه ان احنا نكسر حديه التوتر اللي اوقات بتبقى موجوده، بس خلينا بس متفقين ان ده مش معناه ابدا ان انا ابقى بستظرف على اللي قدامي، ان انا ابقى بتريق على اللي قدامي او على حد من الموجودين حواليا. الهيومر هنا الهدف منه هو كسر حديه التوتر، مش التنمر والاستهزاء والتريقه على حد. والهيومر هنا معروف ان هو بيكسر حديه اي موقف طول ما هو معمول في السياق وفي الحدود. وسادس حاجه اسالوا اللي قدامكم عن رايهم. ايه رايك في التوك اللي كانت موجوده، الكي نوت سبيكر اللي كان موجود دلوقتي ده، رايك في الكلام اللي قاله او اللي قالته ايه؟ بيخلي الناس عايزه فعلا تشارك برايها وتقول رايها، ومفيش ما يمنع ان بعد ما يقول رايه او تقول رايها قولوا انتوا كمان رايكم، والله انا بقى رايي ان هو كان بيقول واحد اتنين تلاته. دي نقطه مهمه لان بتسمح للشخص اللي قدامك انه يشارك وجهه نظره اللي هو حاسس بيه. وسابع واخر حاجه هي finding الكومن جراوند، نقطه التواصل او النقط المشتركه اللي بيننا وبين بعض، ودي هنشوفها وتبان من ال6 نقط اللي فاتوا. النقط دي كلها مش بس هي النقط الوحيده اللي موجوده، يعني كلنا كل واحد فينا عنده حاجات بيعملها ممكن تكون شغاله معاه، ومش لازم نعمل ال7 نقط كلهم. ممكن جدا حاجه تشتغل مع هلالي ما تشتغلش مع الشخص اللي قدامي او العكس. دوروا على انتوا بتبقوا مستريحين في ايه اللي بيخليكوا تعرفوا تبريكوا الايس، واكتبوا لي في الكومنتس تحت انتوا بتستعملوا انهي طريقه، لو واحده من دول او لو طريقه جديده خالص مختلفه خالص اكتبوها لي، منتظر اسمع رايكم.